يسعنا إلا أن نقدم جزيل الشكر للسيد الإمبراطور علي حسن سلوك على حسن سلوكه. على حسن سلوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المفضل طبق اليوم. هنعمل النهارده وصفة سهلة ولذيذة ومقاديرها متوفرة في كل بيت، ألا وهي إزاي تعمل ديكتاتور. اكتبي ورايا يا ست الكل. في البداية هنجيب طاسة سخنة وننزل عليها ايه يا فهمان؟ ايه يا حبيبي انت بتعمل ايه؟ اسكت واتنين خلينا نفهم الفيلم بيقول ايه. قعدت تقول لي ديمقراطيه وانا اقدم الحلقه وانت تقدم الحلقه تبقى قايل لي مقادير عمل اللي مش عارف ايه. انت عبيط يا بابا. ما علينا. البدايه كانت مع طياره عملت هبوط اضطراري في الصحراء، والركاب قدروا ان هم يخرجوا منها بسلام. بعد كده الطياره انفجرت، وهنا ما كانش قدامهم غير ان هم يبداوا حياتهم من جديد. بيمشوا في الصحراء لحد لما بيلاقوا واحه مليانه ميه واكل وخير يقدروا فيها ان هم يعيشوا. وهنا بيبدا نظريتين من سكان الواحه: نظريه المدينه المثاليه لعادل صدقي واللي كان بيحلم ان الكل يتعاون ومحدش يتحكم في التاني، المجتمع البسيط المبني على التعاون والحب. النظريه الثانيه وهي المدينه البرجماتيه، وده بيمثلها نبيه بيه، واللي بتتلخص ان منفعتي اولا. وده بقى حكايه يعني. بدا ساعتها ان هو يشوف مصلحته فين ويمشي وراها. بداها مثلا مع صحفيه شهيره لما قعد يكلمها عن ازاي هو يحول الواحه دي لجنه ويعمل فيها فندق ومطعم عالمي وكوب قصدي بنيه تحتيه تجذب المستثمرين يعني. وقد ايه شهيره كانت منبهره باللي بتسمعه وبتقول دماغ سيادتك رائعه يا فندم، بس هو حضرتك هتجيب الفلوس منين لا مؤاخذه؟ فبيرد عليها ان ده شغلك انت يا فندم، ده تصوري صورتين حلوين على اي كلام حلو الناس تيجي وتستثمر واروح انا بقى اخد قروض على السمعه. يا نهار ابوكوا اسود ومنيل، ده احنا من زمان كده بقى. لا لا يا عم، لا يا عم انا زعلان يا عم، مش هتكلم معاك تاني يا عم. والله العظيم يبقى احسن يا فهمان، نقطنا بسكاتك. المهم ان هو بيروح بعد كده للدكتوره سميحه طاهر، دكتوره في العلوم، واللي بدا يخش لها بان احنا ده احنا ممكن نجد اكتشافات علميه وبترول وذهب. وطبعا هي فرحانه، ده في راجل بيدور على الاكتشافات والعلم بقى. وفي الاخير دخل على الشعب. وهاتك يا ايه بتقول ايه انت؟ اسكت يا لعب يا بابا، مالك فيه؟ انت بتفهمني غلط ليه؟ تمام فعلا، هو لعب معاهم قمار على الواحه. اصل الحياه في نظرته هي ترابيزه قمار، وهو بدا ساعتها ان هو يلعب ملك وكتابه. وتقسموا فريقين، فريق معاه الملك واللي هو نبيه بيه، والكتابه كانت مع عادل بتاع المثاليه. وطبعا سكان الواحه راحوا مع عادل، وطبعا برضو كلهم خسروا. واللي راح مع نبيه بيه هو الفلاح البسيط. فساعتها نبيه بيه قال له بص احنا هنلعب مع بعضينا واللي يكسب ياخد الواحه، ولا اقول لك تاخد $50 وتتنزل انت عن حقك. فطبعا الراجل وافق، وهو عبيط. $50 ايه هتعمل بيهم في الواحه دول؟ انت عبيط يا بابا. المهم ان هو بكده يكون نبيه بيه اخد الواحه وبقت كلها بتاعته، البلح بتاعه، الميه بتاعته، حتى الهواء بتاعه. محدش هياخد حاجه الا باذنه. ولما ساعتها ثاروا عليه ما كانش قدامه غير حاجه واحده بس يفرض بيها سلطته، واللي هي السلاح. طلع من جيبه سلاحه وضرب طلقتين في الهواء، والكل ساعتها جرى وخاف. ودي كانت اول خطوه في بناء دولته. يا سلام يا اخويا، يعني انت بتقول كل ده عشان تقول الكلمتين دول؟ طب ما ايه رايك بقى، انا كنت كاتبها في المقادير اصلا. مقادير ايه يا ابن الهبل انت؟ مقادير الدكتاتور. طب قول كده، سمعنا اللي انت كنت كاتبه ده. بص احنا نجيب الاول عجينه ونضربها نضربها 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 لحد لما تاخد تدي معانا. انت كنت بتعمل اسقاط يعني يا فهمان؟ والله تصدق فكره حلوه. طب ايه رايك يا فهمان انت تقول الفكره بالاسقاط بتاعك وانا اشرح وافسر، ويبقى كده بنشارك الافكار العظيمه بتاعتنا مع بعض. اوكي، تاني حاجه بقى تعمليها يا ست الكل انك تداري على عجينتك عشان تخمر. ولو عندك اطفال تقول لهم العبوا جوه الحله. وده هتلاقيه في اي نظام ديكتاتوري، لازم ان هو يطلع اشاعات ويبوظ صوره المعارضين، ينشر الخرافات، يخلي كل عايش في جهل. الله عليك يا فهمان، هو ده فعلا اللي عمله نبيه بيه لما طلع على عادل ان هو ديمقراطي، يعني كافر ملحد. هو ده يرضيكم انكم تمشوا ورا كلام واحد ملحد؟ والبجح ساعتها اتحداهم وقال لهم لو مش مصدقين روحوا اسالوه، مش هينكر ان هو ديمقراطي. القانون محتاج اللي يحميه. بالظبط كده يا فهمان، هو ده اللي عمله نبيه بيه لما جاب صالح وبدا ان هو يديله مسميات توحي له ساعتها بالسلطه، وان هو بيحافظ على الارض وبيحافظ على العرض. وشوف بقى قوانين كتير من دي، يصحى الصبح يرزعك القانون التمام واللي فيه بقى اللي واقف بينفذ. يعني مثلا قانون اللي يشتغل ياكل واللي ما يشتغلش ما ياكلش. وهنا بقى احنا كان عندنا عدوله اللي رجلها اتكسرت مش هتعرف انها تشتغل، قال لها ساعتها مالكيش اكل عندي، واللي عاوز يساعدها يساعدها. وساعتها الكل عطوها اكل، ولكن عادل الثوري رفض ان هو يديها اكل، وقال لها ان الشحاته مش هتساعدها، ولما تحس بالجوع هتحس بالظلم، وتقولي ساعتها للظالم يا ظالم في عينه. يا ظالم منك لله، الناس مش لاقيه تاكل. رجعنا نلخبط من تاني. يا عم انت سايبني جعان وقاعد تاكل، قصدي قاعد تاكل. طب اسكت بقى عشان ما اخليكش تاكل عيش وحلاوه. اتفضل كمل
اللي كنت بتنيله. بعد كده يا ست الكل عشان الدكتاتور يستوي معاكي لازم ترشي شويه كاريزما. والله يا فهمان يا اخويا، انت كل شويه بتبهرني. الله ينور عليك، فعلا كل فرصه نبيل بيه كان بيلاقيها ترسم كاريزمته كان بيعملها. عمل بيت كبير معمول ليه، وان هو ساعتها يعمل بقى احتفال ويقص الشريط ويقعد يتكلم ويخطب في الناس بكلام هو اصلا مش فاهمه. بعد كده يا ست الكل ننزل بالقرارات الغير مدروسه. طبعا كان في كتير قرارات غير مدروسه. لما قرر في يوم مثلا ان هو يديهم اجازه من الشغل، طبعا هم فرحوا، لكن عرفوا بعد كده ان اليوم اللي ما فيهوش شغل ما فيهوش اكل. مساء الفل. نخش بقى بعد كده على موسم سقوط البلح. لا انا مش فاهمك يا فهمان والله. يعني وقعهم في بعض، افهموا بقى. طبعا فهمتك. بس عاوزك تفهم الناس قصدك. يعني هو الصح فرق تسد، وده لما نبيه بيه طلب من الثوار ان هو يجيب واحد يتفاوض معاه، وطبعا ده كان عادل وتفاوض ساعتها معاه وقال له مطالبهم. عادل طلب 10 بلحات في اليوم، ونبيه قال له هم 5 بس، وطبعا عادل فرح بال5 احسن من ما فيش يعني، لحد لما ينفذ بقى باقي الطلبات بتاعت الشعب، قصدي باقي الطلبات بتاعتهم هم. واخد ساعتها عادل البلح وراح يوزعه على الناس. يوم ايه بقى، نبيه بيه قال لكوناندو انا كنت عاوز ادي الناس 12 بلحه، ولكن عادل قال لي كفايه 10 بس. فالكوناندو ساعتها قال له 10 ايه ده ادانا 5 بس. وهنا تتشابه قاعده فرق تسد مع قاعده الاشاعات، عشان نوقع عادل والثوره ياكلوا في بعضيهم بدل ما يقعدوا ياكلوا البلح يعني. ويحاكموا ساعتها عادل بتهمه السرقه. وفي اي بلد ديكتاتوري هتلاقي تخالط سلطات. قصدك طبق السلطات؟ هي فعلا بتبقى سلطه. يعني تلاقي نبيه بيه هو السلطه التشريعيه اللي كتبت القوانين، في نفس الوقت هو السلطه التنفيذيه اللي بتنفذ القوانين، وكمان هو السلطه القضائيه اللي بتحكم اصلا. ولكن للاسف بعد ما اتحكم على عادل واصحابه الى صندوق الحبس واتحبسوا يعني بالفعل، طلع عليهم بعد كده قرار العفو عشان يبين قد ايه هو راجل قلبه طيب. والان مع المفاجاه الكبرى على كل لون يا باتيستا. طلعت مصيبه يا فهمان فعلا والله. الاعلام هو التوابل بتاعت اي نظام ديكتاتوري، وفي دوله نبيه بيه عندنا اعلام واحد بس، وجهه نظر واحده بس بتلعب على الناحيتين. زي الصحفيه الشهيره تروح لعادل وتقول له لازم صوتك يوصل وتعمل مجله وتتعلق والكل يقول اللي هو عاوزه. في نفس الوقت برضه تروح لنبيه وتقول له ان المجله مهمه علشان يفرغوا اللي جواهم وما يثأروش عليه، وتقول له ساعتها انها تكتب مقاله عنه وتفخم فيه. وفي مره كده تسخن عادل عشان يثور، وفي نفس الوقت برضه تروح لنبيه بيه وتقول له ان هو يتفاوض معاهم ويحط عادل تحت جناحه. قد ايه في اي زمان ومكان بيلعبوا نفس العابهم الوسخه. علينا. المهم قامت بعد كده ثوره، وقدروا ساعتها ان هم يفهموا صالح الممثل للقوه واللي بايده ساعتها ان هو يوقف الثوره دي اساسا، فهموه معنى الديمقراطيه ويعني ايه انتخابات، وده خلاهم يدخلوا لحد القصر ويطلبوا بالانتخابات وان ده من حقهم. وهنا كان لازم لا دي سيبها لنا بقى، الكلام ده بقى بتاعنا بقى. لازم ان احنا نغيبهم بالكيف، والغيبه هنا اتمثلت في عرق البلح واللي خلاهم ان هم يهيسوا. بالظبط كده. هم بقى في الحاله بتاعت السكر دي بدا ان هو يستفرد ويتحرش بيها، وهنا الدنيا اتقلبت عليه وفرضوا عليه انتخابات وترشح عادل. وطبعا الرشوه بدات انها تشتغل. ما ينفعش ديكتاتور من غير رشوه. هو عارف ان هو مش هيكسب الانتخابات لو دخل فيها اصلا، ولكنه بالفعل خسر كل الاصوات، حتى الصحفيه كمان، حتى الكوماندا كمان، كله انتخب عادل. وبدا ساعتها نبيه بيه ان هو يثور ويجري على مخازن البلح، ورافض ان حد ياخد حاجه لحد لما صالح اتصدى ليه ومشاه غصب عنه. وطبعا زي اي دوله ديمقراطيه عادل قعد يكتب قوانين ومشغول بقى بهموم الناس. جه ساعتها نبيه بيه وضربه بالخنجر زيه زي اي خاين وهرب. ومش بس كده، ده حرق البيت اللي هم بنوه، حرق الدوله يا معلم. ودي يا ست الكل كانت اخر وصفه في الديكتاتور، وهي يا فيها يخفيها. عارف يا حدوته اكتر واحد نبيه بيه كان خايف منه مين؟ عادل طبعا. غشيم. نبيه بيه كان ديكتاتور، والديكتاتور لازم له حد يعارضه عشان يفضل مخوف الناس منه زي القط والفار كده. ما كناش احنا هنتمتع بتوم وجيري لو ما فيش جيري اصلا. نبيه بيه كان خايف من كابتن خالد الطيار. الراجل ده عارف طريقه، عارف اللي المفروض يتم، راجل بتاع مخاطره. الديكتاتور مش بيخاف بس غير من حاجه واحده بس، واللي هي المخاطره. كابتن خالد سابهم هم بيلعبوا في اول الحكايه بتاعه الملك والكتابه دي، وقرر ان هو يخاطر ويمشي في الصحراء عشان يوصل لاخر الصحراء ويجيب حد ينقذهم. وطبعا ده اللي حصل، وكابتن خالد جو انقذهم فعلا. تخيل بقى ان هو ما خاطرش ومشى ورا افكارهم كلهم. كان زمان نبيه بيه دلوقتي حاول مره تانية عشان يقتل عادل ويرجع للحكم من تاني. ثانيه واحده بس، هو انت بتقول عليا غشيم؟ لا بقول لك ايه، انت هتحبسني ولا ايه؟ القناه دي فيها قانون يا معلم، القناه دي فيها ديمقراطيه، القناه دي لو حد